يا نهار بص بين ايه ده؟ شومة دي ولا ايه؟ واحد رز بلبن. اهلا بكم في مقارنة احسن صابع طرب في مصر، وعلى شمالنا قصر الكبابجي حجوجة حبيبتي والمحمدي. وعايز اقول لكم على حاجة، المرة دي لو الكوليسترول ما وصلش صح هتبقى مقارنة قاسية. وطلبت كيلو طرب وسلطة خضراء وطحينة ورز ب 2600 جنيه من عند قصر الكبابجي. كيلو طرب ورز وسلطه وطحينه ب 2600 جنيه، والسلطه الخضراء عندهم ب 100 جنيه، وواحده طحينه ب 50 جنيه. هو كيلو الطحينه بقى بكام دلوقتي في مصر يا جماعه عشان اخد واحده طحينه باتنين؟ تعالى ادي منظر السلطه الخضراء، الصراحه تساوي 100 جنيه، وتقريبا عاملينها يعني كده اهو، اسمها سلطه ميكس عندهم. ونسمي الله، ولان هو ما بيبعتش سلطات مع الاوردر انا طلبت واحده طحينه لاني مش هاكل الطرب من غير طحينه. والريحه مفحفحه جدا. صابع ديناميت. المنظر ده يودي الكوليسترول في حته صعبه قوي. ايه ده؟ شومه دي ولا ايه؟ ده صابع طرب من قصر الكبابجي. تعالوا نسمي الله ونوزن. وكده 4 صوابع و4 كمان 5 كمان، يبقى كده كام؟ عد معايا 4 و5 كده 14 صابع. كيلو ونص يعتبر كيلو 300. كيلو 300 وكام؟ كيلو 310 مكان كيلو. الراجل ده كريم قوي يا بابا. سيرة الطرب كسر الدنيا، المكان بينهار بينا. ولكن يا عزيزي ده صابع طرب، ده يودي انت متخيل تخن الصابع؟ انتوا شايفين الصابع عامل ازاي؟ وتعالى نختبر اختبار الكوليسترول. يا نهار ابيض يا جدعان، ايه ده؟ الكلام ده كان هيجري جوه المعده؟ يا نهار بص بين الكوليسترول في السماء. تعالوا نشوف من جوه صابع الطرب عامل ازاي. يا خرابي على المنظر ده. يودي الكوليسترول فين يا جماعه اللي بتحبوا الطرب؟ يودي الكوليسترول في السماء. وتعالوا نشوف علبه الطحينه ام 50 جنيه، علبه زبادي. عاملين طحينه تقيله قوي. اول مره اكل طحينه قصر الكبابجي دي في التيك اواي. قلت لك حلوه تقول ده هاني بيطبل. رز قصر الكبابجي ابو 100 جنيه، وطبق رز بشعريه متعودين عليه من قصر الكبابجي ابو 100 جنيه يا جماعه، اللي انا كل مره اجيبه لان انا بحب الرز بشعريه. وهات لي صابع طرب تاني عشان ايه؟ نطمن على الطحينه. تعمل كده. اكادوا من فرط الجمال، فرط الجمال أذوبه 10 من 10 ونجمتين. خش على اللي بعده. وعايز اقول لكم ان الكيلو هنا الطرب ب 1600 جنيه، يعني فرق ما بينه وبين قصر الكبابجي. بس الصراحه كان كيلو 300 وصابع طرب اجرام. وانا بقول لكم تعالوا نروح الناحيه الثانيه، كنت كلت صابع تاني ضرب في نافوخي. بسم الله ونشوف هنا الكوليسترول اخباره ايه. وطلبنا واحد رز كالعاده بتاعتنا، والشنطه جميله ويا ريتها ما اتقطعت، كنت انزل فيها هدومي. ورق زبده، عامل ورق زبده باسمه. الله عليك يا محمدي. وايه منظر يعلي الضغط، صح؟ انت وانت بتتفرج هتقول الله يكون في عونك يا هاني، وربنا يسترها على شرايينك، وربنا يخلينا دكتور مجدي يعقوب ويبارك له، وهو اللي يستر علينا ان شاء الله، وربنا يسترها. والكوليسترول فين يا رجاله؟ في السما. اهو بص طايري طايري. ده منظر ايه؟ اللي هياكل دي هيموت. انت بتنقط من غير ما تاكلها، بتنقط سمنه من غير ما تاكلها. يا نهار ابيض. تعالى بص اللي سايح من الطرب وهو سخن ده هيعمل ايه في البني ادم؟ ده ولا بقدونس ولا اي حاجه تشيل الدهون. ده الحامي هو الله في المصريين بيعملوه في نفسهم. ده اجرام. تعالوا نختبر الكوليسترول المحمدي. الكوليسترول فين؟ انت عارف ان في بني ادم طبيعي بياكل اللي انا باكله ده؟ تعالوا نوزن. ويخش على طرب المحمدي، وانا حاسس ان هو ايه بيطمنك. عارف المنظر البقدونس ده يقول لك ايه؟ عشان بيشرب الدهون. فقال ايه يعني الدنيا تتستر. ده انا لو كلت ارض كلها بقدونس مش هتعالج الدهون اللي كلتها من عند الناس دي. معديين الكيلو لحد دلوقتي. احنا معديين الكيلو. يا نهار ابيض.
كيلو الطرب بقى زيه زي قصر الكبابجي. ده معدي قصر الكبابجي يا ولاد الايه بتوع المحمدي. ده انا اول مره اجرب من عندهم الطرب يا ولاد الايه. بس اوعوا تكونوا ما بتطلعوش كده للناس، تبقى كارثه. لما ما بتطلعوش كده للناس انتوا اللي هتزعلوا مش انا. وانا هم ما يعرفونيش، بس تقريبا يعني المطاعم بدات تقفش عنواني. بس انا انتوا فاكرين المكتب اللي فات وغيرته بيت هنا، اغير لهم مكتب تاني. انا مش هقعد في شيراتون ههرب، هطلب مكرونات في حته تانيه وابعت موتوسيكل يجيبها. تعالوا نسمي الله. والمنظر صعب. انا حاسس ان المنظر مش في واحده، مش في اتنين، مش في تلاته، مش في اربعه. انت كبني ادم طبيعي عايز تاكل دي، هات لي طحينه المحمدي لان انا من عشاق طحينه المحمدي. هات لي طحينه المحمدي يا الله عليك. بص البقدونس نفسه حصل له حاجه، يعني جاله ارتجاج في المخ، لونه اتغير صح. يلا بسم الله. ايه حاسس بطعم دهن هنا اكتر، رغم التاني كان دهنها اكتر بس طعمها في حاجه غلط. في تتبيله غريبه كده في النص صح. بردك الدهنه هنا كبيره، ولكن حاسس الصابع اللي فات كان اقوى شويه. طب ما تجيب شويه رز كده ونسمي الله تاني. انا يمكن عشان كلتها بطحينه حاسس في حاجه متغيره. حلو ومدهن وسمين وقوي، بس الصراحه للامانه عشان ما نظلمش قصر الكبابجي ويبقى فيه ظلم، صابع الطعم بتاع قصر الكبابجي بأمانة الله والناس اللي ورايا شاهده، كلهم كلوا منه الاول قبل ما يبرد وقالوا مش هيستنوا بقيه المقارنه من حلاوته، وانا اكلت منه تاني بجد صراحه. هو اقوى كطعم سنه من هنا، ولكن هو هنا حلو جدا حلو جدا. بس الصراحه عشان ما نظلمش قصر الكبابجي هو عالمي في اللي فات. واحد رز بلبن. خش على اللي بعد. ايه تالت واحده معانا حجوجه حبيبتي. بحبك حاجه وانت عارفه ان انا بحبك من زمان. تعالوا نسمي الله ونشوف. كيلو عندها ب 950 جنيه كيلو الطرب، ارخصهم حجوجه ولا عندها توصيل، واحنا اللي بنروح نجيبه كل مره ونتمشور. وبردك لو ضفنا التوصيل قول 120 جنيه زي ما هما بيحطوا، فهيبقى اقلهم يعني بفرق كبير كبير مش قليل. وبردك سلطات وطبق الرز بتاعهم. ونسمي الله ونشوف كيلو حجوجه اخباره ايه. هي كل واحد ليه شكل وطعم وريحه وايه، كل منظر غير التاني صح. طيب تيجوا نسمي الله ونوزنه. يلا بينا نسمي الله ونوزن. وايه صابع مبطرخ تحس فيه ايه في الرمه، يفكرني بصاحبك بتاع الاسد. ولكن ايه 930 جرام اقلهم وزنا، يعني فرق ما بينهم وما بين اللي فاتوا حوالي نص كيلو بالظبط، يعني حوالي 500 جنيه فرق. 500 جرام فرق اسف، حوالي 500 جرام فرق، يعني حوالي نص كيلو. وباين من منظر الاطباق. ولكن عايز اقول لك على حاجه، ده صابع طرب بومبا صح. دي عارف انت قنبله تحدفها في بيت حد او في قلب حد يفرقع جوه معدته. ايه ده. نختبر اختبار الكوليسترول عند الحاجه. الكوليسترول رغم انه بارد في الشتاء بس الكوليسترول موجود وبينقط، بيشر مطرة شتاء دهون في بطن البني ادم. هل تعلم يا صديقي ان الطرب يعني الدهنه بتاعته ما بتاثرش في البني ادم؟ الكلام ده مش علمي، الكلام ده مني، اوعى تصدقوا. منظر الطرب هنا الدهنه رقيقه والكفته موجوده. انا مش عايز اقول لكم بقى ايه ان انا من عشاق رز الحاج ابو سمنه، فهندوق الاول وجاي معاها طحينه وسلطه خضراء. ليه قصر الكبابجي اغلاهم خدوا بالكم ان انا طالب رز بردك في كل الاماكن وطالب طحينه عنده بقى وسلطه خضراء، فدول بردك مغليين بتاع حوالي 300 جنيه ولا حاجه. سمي الله وخش على اول صبع طرب عند الحاجه. الطعم حلو ولكن باين ان المنديل رقيق، يعني مش حاسس بطعم دهنة اللي فات. يعني القصر الصراحه انا مش هقول كده عشان اسعاره غاليه وتقول هاني بيعوض له، هاني ما بيعوضش حاجه لحد الا لو فعلا انا هبقى ظالمه. هنا المنديل رقيق. بص اهو تعالى كده لو هنشيله المنديل رقيق قوي. تعالى نفتح الصابع مع بعض. شفتوا لما فتحت لكم الصوابع اللي فاتت؟ هنا المنديل رقيق قوي صح ولا انا بتكلم اي كلام؟ بردك هيبقى واضح هنا كمان. مش عايز ابوظ بس بقيه الاكل عشان حرام، ولكن عايز اوريكم ان انا اللي انا بقوله حقيقي. طبعا الطعم حلو، طعم حلو جدا مفيش كلام الصراحه. حجوجه من اقوى الاماكن اللي بتعمل اكل اصلا عامه، اذا كان طواجن ولا مشاوي. ناخد حته طرب
بدهنتها الرقيقه الجميله دي مع شويه الرز ابو شعريه اللي انا بعشقهم من الحجوجه اللي بيعملوها بسمنه بلدي. بسم الله. طعمه مسكر، طعمه حلو، طعمه مدهن بردك وجميل، وفي الاخر هو طرب في اي وضع ليه. منديله رفيع، منديله تخين. تعالوا نقارن ونشوف التلاته واديكوا الخلاصه. ويا عزيزي على يمينك حجوجه و950 جنيه بالرز. وشايفين منظر هنا دهنته خفيفه، وتدوس بصبعك كده يطلع لك كوليسترول. تدوس بصبعك تخش على بعضه اكثرهم دهنا. انا حاسس ان ايه ده؟ ايه الدسامه دي اللي انت عاملها في كل ما تخش طبق تبوظهن؟ وهنا واضح الدهن اكتر في كله، صح؟ هنا ده المحمدي بطبق الرز ب 1600 جنيه. اللي بعده بالرز بالسلطات بكل حاجه ب 2000 ونص. قصر الكبابجي، وعايز اقول لكم بجد مش منحاز ليه خالص، ولكن اقواهم كطعم تدخينه، اقواهم كدسامه، اقواهم كقوه دسمه كوليسترول. قصر الكبابجي والمنظر ده يتكلم عن نفسه. انا عايز اقول لكم ان الطرب جوه عامل مفعول، وده اكتر واحد كلنا منه على فكره. اللي هم منظر الطبق ما كانش كده، احنا ما بيضحكوا عمالين يدوا في قصر كبابجي وربنا يستر عليهم هم كمان وكوليسترولهم. ادعوا لنا ربنا يستر علينا كلنا. اختار اللي انت عايزه. انا وريتك الثلاثه باسعارهم. المقارنات مش لحد ومش هتبقى لحد. كانوا مع كواني فود، ملك السفود والمقارنات. واطلبوا انتوا بنفسكم مقارنات جديده، وادعوا لي ربنا يسترها بعد اكله الكوليسترول دي.